الإسراع، وحث من توجه لخير على الإقبال عليه بالجد من غير تردد. قال الله تعالى: فاستبقوا الخيرات، أي فأجروا سباقا بينكم في الوصول إلى الخيرات، أيكم منهم يسبق، فاستبقوا الخيرات. وقال سبحانه: وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض أعدت للمتقين. انظر إلى ما قاله الله تعالى في شأن المسارعة إلى الخيرات يا أيها الأخ الكريم، وانظر إلى ما قاله في شؤون الحياة الدنيا التي نعتادها والتي ينعكس الأمر فيها بين كثير من الناس. إذا قلت له شؤون الحياة الدنيا تراه مسرعا سرعة شديدة، لا يقف ولا يتراجع. في تجرى يتسابق، أطلع درجة أولى يتسابق، بدي أحصل كذا من الدنيا يتسابق، هناك مباراة، هناك حفلة غنائية، هناك يتسابق. أما في شؤون الآخرة فقل من يتسابق فيها. لا يزال الخير في أمتنا وسيبقى بإذن الله إلى يوم القيامة، ولكن يتناقص ويتفاوت بحسب الأزمان وبحسب نشاط الإنسان المسلم الذي يحض على الخير. ولكن نرى في هذا شيئا من تقصير. لما ذكر الله تعالى شؤون الحياة الدنيا قال: فامشوا في مناكبها وكلوا من رزقه. بماذا عبرت الآية؟ بالمشي. فامشوا في مناكبها يعني على مهلكم. لماذا؟ لأن المقطع الثاني أجاب: لما تمشي؟ ليش ما تعجل؟ قال: وكلوا من رزقه، فالرزق مقسوم، فعلى ما تسرع؟ سبحان الله. وكلوا، ما قال من رزقكم، قال من رزقه هو، فهو الذي قسم لك وهو الذي قال لك: وفي السماء رزقكم وما توعدون فورب السماء والأرض إنه لحق مثل ما أنكم تنطقون. فالأمر مقسوم محسوم، وهذا لا يدفعنا للتكاسل أبدا، ولكن امشي الهوينة على مهلها سيأتيك رزقك. أما في الخيرات فلا أبدا، فاستبقوا الخيرات وسارعوا إلى مغفرة من ربكم. قال الله تعالى أيضا في شأن يوم الجمعة وصلاة الجمعة، قال: فإذا قضيت الصلاة فانتشروا في الأرض وابتغوا من فضل الله. ما قال سارعوا، ما قال بادروا، ما قال استبقوا، كل هذا لم يعبر به. لماذا؟ أكرر: لأن الرزق مقسوم. لكن لم يقل أيضا اجلسوا، تحركوا، فامشوا في مناكبها. نعم. قال: وعن أبي سروعة رضي الله تعالى عنه عقبة بن الحارث وهو صحابي، قال: صليت وراء النبي صلى الله عليه وسلم بالمدينة العصر، فسلم ثم قام مسرعا فتخطى رقاب الناس إلى بعض حجر نسائه، ففزع الناس من سرعته، فخرج عليهم فرأى أنهم قد عجبوا من سرعته، فقال: ذكرت شيئا من تبر كان عندنا، ذكرت شيئا من تبر عندنا فكرهت أن يحبسني فأمرت بقسمته. وفي رواية: كنت خلفت في البيت تبرا من الصدقة فكرهت أن أبيته. رواه البخاري. ما الذي جرى في هذه الحادثة؟ المسلمون في صلاة العصر، من عادة نبي الله صلى الله عليه وسلم أن يجلس بعد الصلاة فيذكر الله تعالى، ولم يكن من عادته أن يسرع الخروج كما هي عادة كثير من الناس اليوم. تراهم وبخاصة بدءا من صلاة الجمعة وانتهاء بغيرها. وبعض الناس مرة قال لي: ألم يقل الله تعالى: فإذا قضيت الصلاة فانتشروا في الأرض وابتغوا من فضل الله؟ قال: نعم، ليشير إلينا أن أصل العبادة قد تم، لا من أجل الإسراع إلى الخروج. فهذا الشخص يريد أن يستدل بإسراعه إلى الخروج من المسجد بهذه الآية: فإذا قضيت الصلاة. قال: ألم تعبر الآية بالفاء؟
فهيم ما شاء الله. فإذا قضيت الصلاة فانتشروا في الأرض، قلت عبرت، ولكن هذا يشير إلى أن هذا يترتب من بعد الصلاة وليس للحظة الآنية، وإنما يكون من بعد الصلاة. قال لماذا لم يعبر بثم التي تفيد التراخي؟ لأنك لن تذهب للمبيت بعدها، تذهب لقضاء حوائجك. طيب، دخل إذن من عادته الكريمة أنه يذكر الله تعالى في مجلسه بعد الصلوات، فالإسراع بالخروج لا ينبغي للإنسان المسلم. كذلك ورد في حديث صحيح آخر في السنة أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى يوما من ركعتين إحدى صلاتي العشي، يعني الظهر أو العصر، العشي ليس المغرب والعشاء. قال: ثم قام مغضبا وخرج سرعان الناس. أنا أستشهد بموضع الشاهد. الصحابي إيش عبر؟ قال: وخرج سرعان الناس فقالوا قصرت الصلاة. انظر ماذا عبر عنهم: سرعان، جماعة الرقيدة اللي برقدوا أوام بطلعوا من الجامع بسرعة. فمهلا مهلا رحمك الله، مهلا، أنا بين يدي الكريم، لماذا أركض ذلك الركض السريع إلى دنياي؟ آتية إن شاء الله تعالى. صلى بهم صلاة العصر ثم قام مسرعا إلى بعض حجر نسائه. قال: ففزع الناس من سرعته، لم يعتادوا هذه السرعة. فرأى، يعني يبدو أنه رجع، فرأى أنهم قد عجبوا من سرعته، فقال: ذكرت شيئا من تبر كان عندنا. التبر يا أيها الأحبة في الأغلب يطلق على قطع الذهب، قد يطلق أحيانا على قطع الفضة. نعم، كان عنده تبر. قال: من تبر الصدقة فكرهت أن يحبسني فأمرت بقسمته. خفت أن يأتيني الأجل، فإذا وقفت بين يدي الله عز وجل أن يقول: لماذا بيته هذا عندك؟ فيحبسني عن الوصول إلى منازل الجنة، فأسرعت فقسمته. سبحان الله، لحظات بسيطة من أجل صدقة لم يؤخرها رسول الله صلى الله عليه وسلم. نعم، نستفيد من هذا يا أيها الأحبة حكما مهما يتعلق بالزكاة، ونحن نذكر أحكام الزكاة في صلاة التراويح كما تعلمون. نعم، قال: أكثر أهل العلم إن الزكاة مقيدة بوقت فلا يجوز تأخيرها، كما هي الصلاة والصوم. فإذا حال الحول على المسلم، يعني بالعادة أنت أول زكاة أو أول مال امتلكته متى حال عليه الحول؟ قال: ما بتذكر. بدك تحاول تذكر وتضبط الموضوع. في قضايا الزكاة أمور تراخي شغل جدبان ما بيصير. هذه عبادة مثل الصلاة، يعني الصلاة تقول والله ما بعرف، عجب صليت المغرب لما صليت، ثاني يوم صليت العصر وما صليت. إيه شلون يعني ما بتعرف؟ هذه من كلف بها. وهكذا الزكاة. طيب، تقدر، قال يمكن معناها بشهر شعبان، إذن كل سنة في شهر شعبان وجبت عليك الزكاة. شهر شعبان هو شهر الحول بالنسبة لك، والشهر الذي بعده تعذر فيه. أما أكثر ذلك تبدأ تأخر كما يفعل بعض الإخوة. قلت إنه تنبيه مهم، ويقسم الزكاة على مدار العام فيخرجها، فهذا لا يصح، لا يصح عند أكثر الأئمة رحمهم الله تعالى. بدك طالعة مباشرة ما في تأخرة. قال: طيب بعطيهم رواتب. كثير من الإخوة يستشهد لي بهذه الكلمة، يعني إذا أعطيته المبلغ بصرفه، أيوة، وبعد ذلك يعني لا يبقى بيدي شيء، ثم يأتيني بعد شهرين أو ثلاثة فيقول أعطني. طيب، هناك أكثر من حل من أجل هذه القضية. الحل الأول: أفهمه يا أخي، أنا أعطي في هذا الوقت، ليس لك شيء، يعني بلطف، لن أعطي بعد شهرين أو ثلاثة. فهمه. معظمهم تعرفهم ويعرفونك من تعطيهم. أنت عم تقول قسمت له الرواتب، معناها بتعرفون. يا صديقي، سأعطيك مبلغا أنت تحسن التصرف، أنا لا علاقة لي به.
والمسلم ليس حاكما على الفقير. ما هي شغلتك أنت تقول له تصرف هيك لا تصرف هيك، عطي هيك لا تعطي هيك، تنصحه شيء تاني، أما أنت تحكم عليه لا علاقة لك. هذه الزكاة بمجرد أن تصل إلى يده فهي ملكه وانقطعت ملكيتها منك، حتى لو أردت الرجوع فيها لا يحل لك، خلاص صارت ملكه. فبالتالي أوصلها إليه، فحمه باللطف، يا أخي أحسن تنظيمها، اجعلها بين يديك واقسمها أنت، قسمها على شهر على شهرين شقد تحسن، بعد ذلك لا علاقة لك. أما أن أقسمها كل شهر وهذا الشهر وذاك الشهر فهذا حل أول. الحل الثاني أن تعجل زكاة سنة مستقبلة. قال شلون يعني؟ نحن هلا 1426 هجري، قد 46 عفوا، نعم ما شاء الله من سرعة الأيام رجعنا 20 سنة، سبحان الحي الباقي، سبحان الله، الأيام تمضي كأننا يعني نمشي في سباق. قال 1446 هجري، فالآن دفعت زكاتي في رمضان وأنهيتها كاملة خالص، أريد أن أقسم، أعجل زكاة عام 47، سنة الجاي بطالع راتب هالشهر، الشهر القادم شوال، نويت دفع زكاة عام 47 تقديما تعجيلا. في الزكاة يصح، في الصلاة لا يصح. أقول عجلت صلاة العصر إلا في السفر، تعرفوا جمع، نعم. في الصوم لا يصح أقول عجلت شهر رمضان إلى شعبان. في الزكاة يصح تعجيل الزكاة. فبدك حينها أنت حر، تدفع هلا، تدفع جمع الجاي، تدفع شهر الجاي، أنت حر، لسه كلها لسنة الجاي في الأصل، فأنت حر إذا أردت أن تفعل هذا. فهذان حلان لمن يريد هذه القضية. قال وعن جابر رضي الله عنه قال رجل للنبي صلى الله عليه وسلم يوم أحد: أرأيت إن قتلت فأين أنا؟ قال في الجنة. فألقى تمرات كن في يده ثم قاتل حتى قتل، متفق عليه. نحن الباب عنوانه المسارعة في الخيرات. صحابي يسأل: إن استشهدت إن قتلت أين مآلي؟ قال جنة. الصحابي ما أطاق أن يأكل تمرات في يده، معه تمرات في ألفاظ أخرى في الصحيح قال فوضع تمرة في فيه فجعل يلوكها ولا يستسيغها. حطة بتمه ما عم بحسن ببلعها، عم بقول هلأ في الجنة، يلا على الجنة. قال فقاتل حتى قتل، انتهى. وصحابي آخر نادى ركضا إلى الله بغير زاد غير التقى وحسن المعاد. ركضا إلى الله، إلى طاعة الله، إسراع، لا يوجد شيء، سبحان الله. والله رأينا أمثلة طيبة للاقتداء بهؤلاء الكرام في عصرنا، مجاهدون كثر في كل المناطق، سبحان الله. الآن والحمد لله بعد أن حررنا صرنا نسمع عن المجاهدين وما فعلوا من عجائب، من الشباب بارك الله فيهم في كل مكان، هنا في سوريا، في العراق، في فلسطين، ترى عندهم بذلا لأرواحهم كأنها أرخص ما يكون عليهم، وإسراعا شديدا. وهذا والله يذكرنا بهؤلاء السلف الصالح من الصحابة وأمثالهم رضي الله عنهم. هكذا تكون المسارعة يا أحبابا. قالوا عن أبي هريرة رضي الله عنه قال جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله أي الصدقة أعظم أجرا ثواب؟ قال أن تصدق وأنت صحيح شحيح تخشى الفقر وتأمل الغنى ولا تمهل حتى إذا بلغت الحلقوم قلت لفلان كذا ولفلان كذا وقد كان لفلان. أي الصدقة أعظم أجرا؟ أثوب أنواع الصدقة ما هي؟ قال وصية، بالعكس. لذلك من يستطيع أن ينفق وصيته وهو حي فليفعل. اللي بيحسن هلا يطالع وصيته يطالع هلا لا يأجله،
بعد ذلك إذا وجد نفسه مرة أخرى بيده مال يكتب وصية جديدة. تمام. إيش هذا في الحديث؟ قال أن تصدق وأنت صحيح شحيح. قال ليش بخيل؟ إيش بو هذا؟ ليش عمل؟ لا يقصد هنا الحديث النبوي أنك بخيل. بالعادة الإنسان الطيب بتعبيرنا، يعني الحي اللي يرزق، بالعادة هيك بشيل ماله وكبه في الشارع؟ لا، حريص عليه، يعني بحطه في المكان المناسب، شيء بينفعه، لباسه، طعامه، شرابه، ابنه، صدقة، كذا. هذا معنى الشح هنا. فمو الشح هنا البخل، بمعنى أنه حريص على أن يدفع ماله في إيش؟ في موضع يرضي الله تعالى، ما بكبه. طيب، صحيح أي سليم الجسم. مالك مريض؟ المريض يقول ده أدبر راسي قبل ما أرحل إلى الدار الآخرة. أنت سليم معافى، ما فيك شيء، وحريص على مالك أن يكون في مناسب، في هذا الوقت أخرج وتصدق ولا تمهل. ثم عبر قال تخشى الفقر وتأمل الغنى. تخاف حالك بأي لحظة تجيك ضربة يروحوا المصاري، تخشى الفقر. وتأمل الغنى أي تتوقع بإذن الله أن يأتيك رزق يزيد في مثل هذا الوقت. هذه أفضل الصدقات وأعظمها أجرا. الآن حالتنا أيها الأحبة المعتادة، شو وضعنا؟ الحمد لله مستورين، بنقول لك تمام، هلأ صدق، لا تأجل. ولا تمهل حتى إذا بلغت الحلقوم أي الروح، قلت لفلان كذا، وزعوا عن روحي، تعال يا ابني وزع عن روحي، اشتري براد مي حطه بالجامع. طيب وانت وقت كنت صاحي ليش ما اشتريت براد مي وحطيته بالجامع؟ مين منعك؟ المال مالك ولا مال قرايبينك؟ قال مالي. طيب مين منعك؟ مين منعك؟ لا تجعل الشيطان يمنعك من خير أعانك الله عليه. وبعض الناس يثبط عن الخير، كلما رأى إنسانا يريد أن يتصدق قال له مو عندك المشروع الفلاني؟ لك توي الله، أنت دا تشجعه ولا دا توقفه؟ الزوجة هداها الله، مو دا تجوز الولد؟ ما بحلالك تذكري لي تزويج الولد إلا وقت الصدقة؟ مو دا تشتري لنا فلان شغلة؟ يبقى اشتري لكم. بيجي الشيطان بذكر بالصدقة بالأعمال البيتية في ذلك الوقت. يا أختي دعيني، هذا وقت الخير. سبحان الله. عن الزبير بن عدي رحمه الله قال أتينا أنس بن مالك رضي الله عنه فشكونا إليه ما نلقى من الحجاج، فقال اصبروا فإنه لا يأتي زمان إلا والذي بعده شر منه حتى تلقوا ربكم، سمعته من نبيكم صلى الله عليه وسلم، رواه البخاري. هذا حديث مهم جدا يتعلق بموضوعنا ويتعلق بأشياء أخرى مهمة، حتى أن بعض الناس فسره بغير السياق الذي قصد له. في أوائل العصر الأموي ولى عبد الملك بن مروان الحجاج ابن يوسف الثقفي واليا في البداية على عدة مناطق، ثم ولاه العراق. وكان سيدنا أنس بن مالك رضي الله عنه يسكن فترة في العراق ثم رجع إلى المدينة. المهم، جاءوا إلى سيدنا أنس رضي الله تعالى عنه فشكوا له ظلم الحجاج. لأن بعض الناس يستغرب فبيقول لك عصرنا كله ظلم وظلمات. لا لا، هون عليك، هون عليك. هذا الحجاج عاصر عشرات ولعله مئات من الصحابة، وكان ظالما بطاشا مجرما غشوما، ما كان يقصر. إذا سيده قال له رأسا ببادر لتنفيذ أمر سيده عبد الملك بن مروان. سبحان الله. لذلك يعني الإنسان يقول في نفسه لا نستغرب أن نجد أمثلة ضالة في هذا العصر من أهل السنة، كما أشرت البارحة، ممن فتكوا بدماء المسلمين. البارحة في صلاة العصر
على بعضكم يذكر ذكرنا كبيرة قتل النفس التي حرم الله إلا بالحق، وقلنا كيف تطيب نفس مسلم من أهل السنة أن يقتل أخاه المسلم؟ لمن؟ من أجل من؟ من أجل الظلم الفسق كبشار وأعوانه. تروح تقتل أخوك المسلم من شانه؟ سبحان الله. فهذا الشيء موجود من قديم. هذا الحجاج لما مات وجد في سجونه آلاف من المظلومين، أخرجوهم، كانوا يدعون عليه في الليل والنهار. وبعض الناس دائما من جماعة إيش ما بتقول له؟ بتقول له يمين بقول لك يسار، تقول له فوق بقول لك تحت، من جماعة كل شيء لا ما بيعجبه. فبيجوا بيقولوا لك حجاج حافظ قرآن، إيش عم تحكي عليه؟ الحجاج فتح السند والهند، حجاج أشهد أن لا إله إلا الله. لك يا فهيم الله يرضى عليك، في فرق بين أن أقول هذا الإنسان لا يساوي شيئا وليس عنده خير في حياته كلها، وبين أن أقول إنه ظلوم لا يمنع ذلك من أنه يصلي. بصير يكون مصلي بس ظالم. الآن ما في ناس بصلوا ظلام، في خلاص انتهى الموضوع. فوالله حافظ قرآن، بعرف حافظ قرآن، هل حفظه للقرآن سيشفع له فيقول الله اذهب فقد أطلقتك وإن قتلت مئات الآلاف ظلما وعدوانا؟ فبقول لك كذا هدي، ركز، فحم بالله عليك. جماعة كل شيء ايه ولا، كما قلت بعض الناس عندهم فقط ردة فعل، فقط دا يجادل، ما عنده رأي آخر، مهم المجادلة. فهذا الإنسان في رقبته دماء لها بداية ليس لها نهاية. لذلك قيل لعمر بن عبد العزيز رضي الله عنه ورحمه الله، وكان عمه عبد الملك بن مروان اللي ولى الحجاج، هذا عمه أخو أبوه، والوليد وسليمان هؤلاء أبناء عمومته، وتزوج هو أختهم يعني بنت عمه، فهو يعرف الحجاج مباشرة. إيش قال عمر؟ قال لو جاءت كل أمة بفاسقها وجئنا بالحجاج لغلبناهم. أظن عم تفهم علي شاب. لو جاءت كل أمة بفاسقها وجئنا بفاسقنا أي بالحجاج لغلبناهم. طيب والساعة بيجي واحد فهيم دافع عنه، أمره إلى الله ما لنا شغلة فيه، ولكن ظالم غشوم، والظلم مرتعه وخيم شغلة كبيرة. لذلك لما كنا نقول النظام البائد، حدا من جماعة السنة تروح توقف مع ظالم قاتل مجرم لا يخشى الله وليس في قلبه ذرة خير، حتى لا نقول ليس في قلبه، لم نشق على قلبه، ولكن ظلوم غشوم مجرم والغ في دماء المسلمين، كيف ترضى لنفسك؟ سبحان الله. المهم، ما موطن الشاهد هنا في المسارعة للخيرات؟ إيش جاب هذا الحديث موضوع الحجاج وقصصه على موضوع المسارعة للخيرات؟ قالوا له ما عم تشوف شو عم بصير فينا؟ فأراد أن يرطب قلوبهم فقال اصبروا فإنه لا يأتي زمان إلا والذي بعده شر منه حتى تلقوا ربكم سمعته من نبيكم. هذا الكلام إنه الزمان الذي بعده شر منه، يقول أنس إنه سمعه من رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذا موطن المسارعة للخيرات. ما دام اللحظة القادمة أصعب من الأولى، فبحاول أستغل الأولى في الخير، لأن التالية بجوز ما أحسن، بجوز ما لحق، تمام، بجوز يمنعني مانع، يصير علي ضيق، حرج، شدة، وباء، كذا كذا يمنعني من أداء الخير، فبادر قبل أن يأتي الزمان الأصعب. تماما. الآن ما وجه الاعتراض؟ قلت لكم إن بعض الناس وهم أهل علم وفضل، ولكن يعني وقفوا من هذا الحديث موقفا معينا. قالوا إذا كان كذلك فكيف إذن بعد هذا العصر حصلت فتوحات للمسلمين وعاد العدل؟ مثلا عمر بن عبد العزيز كما أشرنا نفسه
هو جاء بعد عبد الملك بن مروان، يعني بعد الحجاج، وعمر رجل صالح وعصره عصر صلاح واستقامة وعدل، فأجى بعد الحجاج. والإشارة في الحديث أن كل وقت يأتي أشر من الذي قبله، أسوأ. فشلون يجتمع المسألتين؟ كيف؟ ما زبط. معناها الحديث غلط؟ أبدا. هنا توقف بعض أهل العلم فجعلوا يقولون يعني عن الحديث إنه فيه إشكال وكذا. ليس فيه إشكال، ليس فيه إشكال أبدا. ولكن هذا شأن الدنيا. الدنيا تقوم على الانحدار لا على الارتفاع. تمام. فالذي بعده شر منه. قال معناها نحن يائسون، معناها خلص هلأ فلسطين بإيد اليهود لا يمكن أن تحرر. هنا أيضا موطن الشاهد الذي يستشهد به هؤلاء. خلص كل يوم أبشع من بعده، كل يوم أبشع من بعده. خلص يا أخي، لا بدنا نقاتل لا بدنا نعمل شيء، بنبرك في بيوتنا بننتظر الموت. هذا هو الفهم السقيم. الله تعالى لك أخبرك أن الابتلاء موجود. قال مثلا، دعني من الحديث الآن، قال ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات. قال لك في موضع آخر وقل اعملوا. طيب هو أقسم لك أنه سيبلوك وقال لك اعمل، فأنا أقول ما دام سيبلوني لن أعمل. نقول لك هيك صح الفهم؟ نقول لك هذا فهم خطأ. لو عرفت أن الابتلاء في وجهي فسأقتحم الصعاب وأبادر إلى الخيرات. أنا مسلم، أنا رجل، لا نتهاون. هذا هو الفهم. فنعم قد يكون الذي بعده شر منه، ولكن أنا مطلوب مني أن أبذل الخير. لذلك لا أتراخى ولا أتراجع ولا أستسلم ولا أكون ضعيفا حتى يغلبني وقتي. أنا الذي أغالب الوقت في عمل الخير، سواء الذي جاءني نعمة أو نقمة. أنا لا علاقة لي، تلك الأمور بيد الله عز وجل. وبناء على ذلك يفرج الله تعالى الكرب ويصرف السوء. ثم إن هذا الأمر على عموم الأرض كمان، وليس في منطقة خاصة. فقد يبتلى هؤلاء هنا ويفرج عن هؤلاء في هذا المكان. فأيضا ينبغي أن نفهم الحديث فهما عاما. إذن إن شاء الله لا إشكال في الحديث، وإن كانت الأمور آيلة إلى التراجع، ولكن يطلب مني العمل الصالح. وقد يكشف الله تعالى البلاء في موضع استجابة منه ورحمة ويبتلي غيري، فذاك شأن من حكمته سبحانه وتعالى. قال: وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال يوم خيبر: لأعطين هذه الراية رجلا يحب الله ورسوله يفتح الله على يديه. قال عمر: ما أحببت الإمارة إلا يومئذ، فتساورت لها رجاء أن أدعى إليها، فدعا رسول الله علي بن أبي طالب رضي الله عنه فأعطاه إياها وقال: امشي ولا تلتفت حتى يفتح الله عليك. فسار علي رضي الله عنه شيئا ثم وقف ولم يلتفت، فصرخ: يا رسول الله، على ماذا أقاتل الناس؟ قال: قاتلهم حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، فإذا فعلوا ذلك فقد منعوا منك دماءهم وأموالهم إلا بحقها وحسابهم على الله. ما موطن الشاهد أيضا هنا في هذا الحديث على قضية المسارعة للخير؟ إيش جاب المسارعة للخير على قصة غزوة خيبر وأنه سيدنا علي الله يرضى عنه أخذ الراية وطلع وكذا؟ أولا أن الصحابي الجليل عمر رضي الله عنه أحب الإمارة لما سمع شهادة رسول الله صلى الله عليه وسلم لهذا الأمير بأنه يحبه الله ورسوله. في لفظ آخر: يحب الله ورسوله ويحبه الله ورسوله. فلما سمع عمر رضي الله عنه هذه الشهادة بادر إلى الخير. فهذا موطن أول. الموطن الثاني: لما أمره رسول الله فقال: امشي ولا تلتفت، مبادرة الخيرات، مباشرة سيدنا علي مشى، ثم تذكر سؤالا:
قال فوقف ولم يلتفت وصرخ يا رسول الله. دليل على أنك إذا أمرت بأمر فبادر إليه، هي المسارعة في الخير. رأسا سيدنا علي قال له افعل، يلا أخذت الراية ومشيت. تذكر سؤال رجع لعنده، لا مبادرت بالخير لا توقف. سيدنا علي وقف في أرضه وما التفت، قال له امشي ولا تلتفت. من شدة استجابته وسرعته في الخير لم يلتفت، وقف هكذا من أجل أن يسمعه رسول الله كيف يفعل، وقال له لا تلتفت، ما راح يلتفت. يا رسول الله على ماذا أقاتل الناس؟ قاتلهم على كذا وكذا. تابع طريقه. سبحان الله، إيش فهم الصحابي عجيب. قال له لا تلتفت لا تلتفت، قال له بادر بادرت، خلاص ينفذ رضي الله عنه. إذن أيضا لما أرى خيرا مأذونا به من الشرع الشريف، هنا الشرع شهد للأمير بأنه على خير، لا بأس أن أبادر له. أيضا هنا في هذا الحديث بعض الناس وبخاصة في زماننا من جماعة من يسمى بالعلمانيين يقفون يقولون شوفوا دينكم، أنتم بتقولوا لنا لا إكراه في الدين، كويس، وهون عم تقولوا لنا في حديثكم، هكذا يقول العلمانيين نقلا عن هؤلاء ليس عنا، نحن لا نقول بكلامهم. قال قاتلهم حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله أن محمد رسول الله. معناها بتم بتقتلون لبين ما بيشاهدوا، معناها أكرهتهم، أنت ذبحتهم حتى الشاهدوا، ما تركتهم لوحدهم. فهذا هو الإكراه، وأنتم تقولون لا إكراه في الدين، فكيف ذلك؟ هؤلاء جماعة علمانيين، وجماعة آخرون أشبه بالعلمانيين يسمون القرآنيين، يقولون دعوا الأحاديث لأن الأحاديث في الأصل تصدم القرآن ولا تتفق معه. والدليل جيب لك أمثلة مثل هذا، قل لك هنيك لا إكراه في الدين، هون قاتلهم، معناها متصادمات. لذلك الحديث حطوا على الزي، نفذ القرآن فقط. وكلا الطرفين على خطأ. أما جماعة من يقولون إنه دينكم دين الإكراه وأن دينكم متعارض فليس كذلك. وأما جماعة من ينكر السنة الشريفة من أصلها فليس كذلك. قال كيف نجمع؟ وضح لنا القضية حتى نعرف كيف نجمع بين الآية والحديث. طيب، أنا الآن علي رضي الله عنه من يقاتل؟ اليهود. ماذا صنع اليهود؟ نقضوا عهودهم مع المسلمين، خانوا، آذوا، اعتدوا. كان زعيمهم في خيبر قد جيء إليه أبو رافع سيد من ساداتهم، هذه قصة سقناها في السيرة. جيء إليه فجهز أناسا وأرسلهم إلى المدينة ليقتلوا المسلمين، أعان قريشا بالسلاح والمال. إذن هؤلاء اليهود إيش فعلوا؟ خانوا المسلمين فيستحقون إيش؟ القتال على أقل تقدير. قال له قاتلهم، فما والله راح لعندهم مشان يذبحهم ولا مشان يسلموا. تمام. قال لك كيف عبر الحديث؟ قاتلهم حتى يشهدوا، أي قاتلهم لتكف شرهم، فإن شهدوا فكف يدك عنهم. قالوا زمان شهدوا هناك الجزية، بعرض عليهم الجزية، ما القضية فقط جبر على الإسلام، يعرض عليهم الجزية. قال هون ما ذكر في الحديث، لكن بقية الأحاديث ذكرتها. والدين والإسلام والقرآن والسنة تفهم فهما موحدا، ما بناخذ مقطع من حديث بنقول خلص هيك وبقية الأحاديث والآيات والكذا بنحطها على طرف. هذا شغل ما بفهمه. ده أخذ كل ما ورد في القرآن، كل ما ورد من السنة. هون بقى شغلة الأئمة، بقولوا لك الشافعي، أبو حنيفة، المحدث، البخاري، كذا، هي شغلتهم. يأتون بهذه الأحاديث والآيات ويدرسونها دراسة مفحصة مدققة ويجمعون بينها ويعطونك الزبدة. يقول لك هذا فهمنا، عشان ما يقول لك نحن تعالمنا على القرآن وطلع ما، حاشا لله. ولكن أنا لضعفي ما حسنت أجمع بين الآية والآية، بدي واحد أعلم مني يوصلني للفكرة، وصلك العالم للفكرة. طيب، إذن القتال هنا دفع شر. والقتال الجهادي أيها الكرام نوعان: قتال دفاعي وهو الأغلب، جهاد دفاعي،
في الأغلب من غزوات رسول الله صلى الله عليه وسلم وغزوات كثير من الصحابة دفاعي، وأحيانا قتال هجومي. الآن دولة ظالمة بلغني عنها أنها ظالمة، وأنا في وضع في بلدي كمسلمين يعينني على مواجهتها، أذهب إليها فبقولوا لك ايوه انتوا رايحين تاخذون المغانم. لا، ما لنا رايحين ناخذ المغانم. لذلك ولما دخل المسلمون الى هذه البلاد، هي بلادنا كفار، كانت بلاد الشام هون كانوا كفار، مصر كانوا كفار، العراق كانوا كفارا. دخل اليها المسلمون، تراهم سرقوا خيراتها؟ لا، شعوبها بقيت، والدليل في نصارى لها الله. لو ان جايين حتى يشهدوا، منين تم مسيحيه لها الله؟ بالله عليكم شلون بتموا؟ مو نحن نقتلون؟ وهذا عم بفهم الحديث انه ذبحهم كلهم. طيب شلون بقوا؟ يهود منين تموا؟ اليهود في الأندلس بيوم من الأيام، اليهود في الأندلس لما جاء الحاقدون من الصليبيين وذبحوا المسلمين، ذبحوا معهم جزءا من اليهود، فهرب اليهود من الأندلس التي كانت تحت حكم المسلمين إلى المغرب، فسكنوا فيها لأنهم يعرفون أن المسلمين أرحم بهم من الصليبيين. لحد اليوم روح على المغرب عند الشيخ الحسن ايش اسمه الله، محمد السادس، نور الله ضريح غيره، نعم، ذهبوا لعنده. لحد الآن نسبة اليهود عجيبة في المغرب العربي. تعرف ليش؟ من أيام الأندلس، من هذاك الوقت مهاجرين من الأندلس سكنوا في المغرب ورعاهم المسلمون ولم يقتلوهم. إذن حتى يشهدوا ليس معناها نقتلهم، وإنما حتى أدفع غلواءهم وشرهم هم ويجوا هن يتفاصحوا علينا. بنقول لهم دقيقة، مين اللي بدأ الحروب في معظم العصور؟ الصليبيين هن اجوا لعنا، اللي نحن رحنا لعندهم. تفضلوا من 1000 سنة أيام صلاح الدين. مين هلا بأفغانستان اللي هي صارت رمز للتخلف في زعم هؤلاء العلمنجية؟ أفغانستان مين راح احتل في أواخر السبعينات؟ تتذكروا مين؟ الاتحاد السوفيتي اللي صاروا بعدين روسيا. بعدين بال2003 مين اجى احتلون؟ أمريكا. الله يعطيك العافية، صدقت. العادة ما هن راحوا أمريكا، ما هن راحوا على الاتحاد السوفيتي. ففعليا هن اللي عم بيعتدوا علينا. نقول لهم شكرا لكم، يعطيكم العافية، اذبحونا ونحن لا مسالمين نحن. فإذا جهادنا جهاد الدفع في الأغلب، ولما نجد ظلما في بعض البلاد وعندنا تلك القوة نخرج لدفع الظلم عن أهله. لما يشهدون أن لا إله إلا الله أن محمد رسول الله، ما هي مبادئ شهادة أن لا إله إلا الله أن محمد رسول الله؟ إقامة العدل في تلك البلاد. لذلك إذا أسلم هؤلاء رجعنا عنهم، كففنا عنهم. إذا دخلوا في الإسلام ما راح نقول لهم والله نذبحكم ناخذ نسوانكم مثل ما هدول الكذابين بيفتروا، ما راح نساوي شيء. طاوة أسلمتوا ولوا عليكم رجلا منكم رجعنا إلى ديارنا. قال معناه عم تكرهون؟ نرجع نقول لا، ما عم بكرهون، أنا أريد الحق، وأنا أرى أن الحق في دين الله، وهذا دين الله ليس من أجلي أنا، مو كرمال مصلحتي الشخصية أخذ عبي جيوبي منه، حاشا لله، من أجل أنت أن تنجو يوم القيامة. سبحان الله العظيم. لذلك هذا الإشكال يا أيها الأحبة هو تلاعب. فعليا لو درسنا الواقع بالتاريخ على رغم الأخطاء التي حدثت، نجد أن غير المسلمين في الأغلب هم الذين بادروا للقتل والاعتداء والإساءة ثم بعد ذلك يتهمون الإسلام. طيب إن أنتم عندكم نصوص تحرض على القتل، وأنتم ما عندكم نصوص تحرض على القتل بس عم تقتلوا، عم ضحكوا علينا، يعني عم ضحكوا علينا. ارجع إلى توراتهم المحرفة أقول، وإلى إنجيلهم المحرف لتجد عشرات من النصوص تحرض على القتل. كل من لم يكن من نسلك، يزعمون أن الله تعالى خاطب يعقوب عليه السلام. يعقوب نفسه يا جماعة وسيدنا إسرائيل، نعم، إلا ما حرم إسرائيل على نفسه. كل من لم يكن من نسلك فهو مباح لك دماؤهم وأموالهم. موجودة عندهم بنصوصهم. اللي ما عندك إيش تريد خذ دمه عرضه ماله، ما له حرمة هذا. هيك
أيوه، بيجوا بيتهمونا نحن. فإذا لا تصدقوا يا أيها الأحبة، ولا يكون أحدنا إمعا يستسلم لكل طعن من أعداء الإسلام. إذا أيضا استفدنا من الحديث كما أشرت المبادرة. بادر سيدنا علي إلى الفعل الخيري ولم يقف ولم يتراجع، وإنما شد من عزمه حتى مكنه الله تعالى من النصر. أسأل الله تعالى أن يجعلنا من المبادرين للخيرات ومن المسابقين للمبرات ومن أهل الفتوحات والتوفيقات. وصلى الله على سيدنا محمد والحمد لله رب العالمين.